الأمير مولاي الحسن يصنع من جديد الحدث بشوارع الرباط، ويخرج للاحتفال مع الشعب المغربي بسيارته البيضاء الجميلة مزينة بالعلم المغربي، في موقف يؤكد مدى ارتباط الشعب المغربي بالملكية وحبهم الكبير لملكهم. وفي التفاصيل، انضم ولي العهد الأمير مولاي الحسن للاحتفالات أو احتفالات الجماهير المغربية بتأهل المنتخب الوطني المغربي لربع نهائي كأس العالم بعد الفوز الساحق والتاريخي بضربات الترجيح على المنتخب الإسباني أمسية يوم أمس الثلاثاء. وظهر الأمير مولاي الحسن وسط شوارع العاصمة الرباط محتفلا بتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. وبدا ولي العهد منتشيا فرحا في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وكان الملك محمد السادس بدوره قد نزل لشوارع العاصمة الرباط للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني المغربي، مرتديا قميص المنتخب الوطني وحاملا للعلم الوطني المغربي. وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو لمشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيضا ولي العهد الأمير مولاي الحسن الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع أو في شوارع العاصمة بفوز الأسود على إسبانيا في كأس العالم. ووثق مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير في الشوارع أو شوارع العاصمة عقب تأهل أسود الأطلس إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم قطر 2022. وأظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبيرة من المشجعين المغاربة يحملون أعلاما ويهتفون بعبارة أسود الأطلس مبروك علينا دائما أو ديما مغرب. وهنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء أعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم التاريخي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبهم على إسبانيا. وقال الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس تحدث هاتفيا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي الأقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، حيث أعرب خلال الاتصال عن خالص تهانيه للاعبين وللجهاز الفني وإدارة المنتخب الذين قدموا أفضل ما لديهم خلال هذه المنافسة. وطالب الملك من المدرب ولاعبي المنتخب المغربي بالاستمرار وتحقيق إنجاز تاريخي، ولما لا الوصول إلى نصف نهائي أو حتى النهائي وتحقيق اللقب. نشكركم على حسن المتابعة.